واخيرا وبعد طول انتظار اول قبض من اليوتيوب. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ طبعا انا كان نفسي بقى اعمل فيديو وانا رايح واصور البنك ورايا، وبعد كده بعد ما اقبض واروح اي حته مثلا اطلع على البحر واتصور ومش عارف ايه، خصوصا الجو كان جميل وكده. ولكن ما عملتش ده كله عشان الصراحه لما رحت هناك اتقفلت، وده لان لقيت مخصوم مني 25 دولار مش 5 دولار بس. وخلوني احكي لكم الموضوع من الاول ماشي ازاي. اول حاجه يوم 11 في الشهر بينزل لك الدفعه بتاعتك قد ايه، فانا نزل لي يوم 11 107 دولار و80 سنت. بعد كده يوم 21 بتنزل لك بقى الدفعه بتتبعت لك، تمام؟ فكانت 107 دولار و11 سنت، خصموا 69 دولار 69 سنت ضرايب بتاعه امريكا، المشاهدين الامريكيين وما اعرفش ايه عندي يعني. المهم بقت 107 و11 سنت. افترض دول قبضهم مثلا خلال 5 ايام، يعني يوم 24 يوم 25، هم هيتبعتوا يوم 21، انا خلال 5 ايام اقبضهم، تمام؟ المهم بقى ايه، طبعا التليفون كان بايظ، اللي كان متابعني عارف. فلما رجعت التليفون في برنامج اللي هو بيبين لك انت حسابك نزل فيه الحواله وصلت لك او لا، او عملت ايداع او سحب او الكلام ده كله بتاع البنك الاهلي. فطبعا البرنامج اتمسح لما جيت ارجع تاني، مش فاكر الباسورد لان كل فتره بيتغير، فانا نسيت اخر ايه التغير بتاعه. المهم كلمت خدمه العملاء عشان ارجع الباسورد ده، فقالوا لي لا اتصل بينا معلش كمان ساعتين عشان دلوقتي بنعمل تحديثات ومش عارف ايه. المهم تاني يوم اتصلت لقيت اول ما تيجي تتصل يقول لك ايه جميع مندوبينا مشغولون الان، اتصل في وقت تاني. نعم. المهم استقل تاني يوم الساعه 8 الصبح اتصلت بواحد قال لي الباسورد ده وصل لك في خلال ربع ساعه والكلام ده كله. قلت له طب وصلت لي حواله؟ قال لي لا. قلت له طيب تمام شكرا. طبعا ربع ساعه قعدت لتاني يوم مفيش حاجه وصلت. المهم زهقت قلت بقى هروح الفرع وايه وزي ما تيجي تيجي. المهم رحت الفرع بالبطاقه بس، فاديتها البطاقه. المهم ايه فضلت تبحث على بالرقم القومي ما اعرفش ايه. المهم قالت لي ايه اديني اسمك زي ما انت كاتبه بالظبط في ايه في جوجل ادسنس، او يعني زي ما الحواله جايه. كتبت لها الاسم. طبعا قالت لي في رقم للحواله او بتاع، انا اديت لها صوره الرساله اللي جات لي على الجيميل والصوره اللي موجوده على جوجل ادسنس، الاثنين ما فيهمش رقم الحواله. المهم هي لقيت الحواله وبتاع والكلام ده كله. ده كان في الاستقبال، انت اول ما تدخل البنك تدخل على الاستقبال. المهم ايه بعد كده عطتني ورقتين وقالت لي اطلع فوق. طلعت فوق مفيش دقيقه ندوا على الرقم بتاعي. قالت لي ايه اخدت اديتها الورقتين اللي هم كانوا معايا، ومفترض بقى ان انا اقبض بقى. فانا واقف بقى اللي هو ايوه بقى ياه كام؟ قلت لها ايه 107 دولار ولا ايه؟ طبعا انا قلت هتقول لي 102 لان مخصوم 5 ايه 5 دولار. قالت لي 87. قلت لها ايه ليه 87؟ هقبض 87 بس. قالت لي لا انت هتقبض 82. قلت لها ماشي اذا كان كده معلش. وايه ال 82؟ قالت لي هي اصلا واصله لنا 87 والبنك بياخد 5 هيفضل كام 82. قلت لها ازاي هي اصلا 107 ووريتها الجيميل وبتاع. قالت لي في بنك وسيط، البنك ده ما عندهاش معلومات عنه، هو غالبا بنك الاهلي الفرع الرئيسي يعني. المهم واخد 20 دولار وجايبه لي الحواله واصله لها 87 دولار بس وبتاع. المهم انا حتى الان ما اعرفش المشكله دي سببها ايه، ولكن الحساب بتاعي المفترض بتنزل عليه الحواله، ساعات بيتاخر ان الحواله تنزل على الحساب وكده. طبعا انا ما كنتش عارف اتابع اي حاجه بالحساب لان البرنامج ما كانش شغال معايا، وخدمه العملاء كل يوم بنعمل تحديثات، كل يوم بقى لهم 100 سنه بيعملوا تحديثات، مش عارف تحديثات ايه دي. بس المهم قالت لي عايزهم 82 دولار ولا عايزهم بالمصري. انا الصراحه كنت عايز اول 100 دولار دي تبقى معايا كده اشيلها واحتفظ بيها بقى ومش عارف ايه. اول ما قالت لي كده قلت لها بقول لك ايه هاتيهم مصري. قلت افرتك ام الفلوس بلا اشيلها بلا ما اشيلهاش، واخدت منها الفلوس بالمصري. عملوا 1285 جندي اللي هم ال 82 دولار و11 سنت بس. المهم يعني ال 100 دولار دي او ال 82 دولار دي جت على 7 شهور ونص، يعني بعد 7 شهور ونص. طبعا ال 20 دولار دي اثرت جدا لان هي مش جايه مثلا، مش كل شهر مثلا بينزل لي 100 دولار، لا انا كل شهر 15 16 دولار بالعافيه يعني. فالموضوع بياخد وقت طويل عقبال ما اقبض ايه 100 دولار. فبس المهم هي مش مشكله بقى اللي حصل ده، قدر الله ما شاء فعل. المهم هي فرحه حلوه وبس كده، ده اللي حصل معايا النهارده يعني. المهم برضه لو انت برضه شغال على اليوتيوب والكلام ده وشغال في محتوى ما فيهوش حاجه، يعني ايه ما بتعملش حاجه بقى تجيب بنات ترقص وتتريق عليهم او من التيك توك او ما اعرفش ايه، يعني شغال في حاجه انت ايه يعني شغال عشان عايز فلوس حلال مش عايز فلوس حرام، فلازم تطلع جزء من الفلوس دي صدقه. يعني انا لقيت على النت بحثت على موضوع الاعلانات، يعني انا بعمل فيديوهات العاب رفاهيه زي كره القدم رفاهيه، زي مثلا الافلام الكرتون ما فيهاش اي معلومه بتضيفها لك ولكن ممكن بتضحك، توم اند جيري مثلا الحاجات دي. بس برضه حتى لو انت شغال في حاجه في الرفاهيه لازم تطلع فلوس، عشان ايه الاعلانات على اليوتيوب مش كلها كويسه، في اعلانات بتبقى تعبانه، في اعلانات على مش عارف تكلمني بالليل وشات ما اعرفش ايه وحاجات انتوا عارفينها يعني. المهم انا دخلت على جوجل ادسنس برضه، وفي جواه يعني خاصيه انت ممكن تمنع اعلانات كتير من الاعلانات دي، اعلانات بقى سواء جنسيه سواء اعلانات مقامره سواء حاجات زي كده بقى. فعلى قد ما اقدر انا شلت اعلانات كتيره جدا ما تجيليش، حتى لو هتقلل في الارباح مش مشكله، بس اهم حاجه تبقى الفلوس ايه يعني نضيفه يعني. فانا برضه عايز رايكم في التعليقات، تكتبوا لي هل وصلتكم اي اعلانات من دي، يعني هل الاعلانات اللي بتوصل لكم مثلا اعلان على لعبه، اعلان على منتج معين، حاجات زي كده جوميا ما اعرفش ايه، ولا بيوصل لكم برضه اعلانات فيها قله ادب او اعلانات مش مناسبه او كده يعني او غير لائقه.
يا ريت تكتبوا لي في التعليقات برضو عشان ابقى عارف. وبس كده، لما نشوف بقى اخرتها مع اليوتيوب ده ايه الموضوع. وما تنساش بقى لايك وسبسكرايب على الحاجات الحلوه دي، واستنانا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وهتلاقي الفيديو ده مع سلسله فيديوهات اللي هي الخاصه باليوتيوب، اعمل لها قائمه تشغيل لوحدها، يبقى برضو تابع انا مشواري مع اليوتيوب عامل ازاي. وبس كده، يلا سلام.